جالك انترفيو لوظيفة احلامك وخلاص، فاضل بينك وبين الوظيفة اللي بتحلم بيها خطوة واحدة، المقابلة دي، ومقلق منها ومش عارف تحضر لها ازاي وعايز تنجح. انا بقى اقول لك ازاي تحضر لها. انت محتاج تعمل 3 حاجات بس، والثلاث حاجات دول هما اللي انا بعملهم كل مرة من الاكتر من 30 مرة اللي نجحت فيهم في انترفيوهات شغل. اول حاجة قبل الانترفيو لازم تقرأ كويس جدا عن الشركة، تشوف الموقع بتاعها، تشوف شغلها السابق ومشاريعها، تفهم الجوب ديسكريبشن او الوصف الوظيفي كلمة كلمة، وتعرف ايه المهام اللي انت كويس فيها وايه المهام اللي عندك قصور فيها وايه المهام اللي لسه هتتعلمها وتطور من نفسك فيها. حضر اجابات قوية للاسئلة المتكررة اللي ما بيخلاش منها اي انترفيو، وعملت عنهم فيديو مخصوص. وفي اخر الانترفيو هيسألوك عندك اسئلة لينا، لازم تديلهم اسئلة ذكية وبرضه اتكلمت عنها. ولو تقدر اعمل كده موك انترفيو تجربة بينك وبين نفسك، واتكلم ولو قدام المراية. تاني حاجة يوم الانترفيو اوصل بدري، لابس كويس، شكلي مهندم، مستحمي، ريحتي نظيفة. انا مش بهزر، لازم اخد بالي من لغة الجسد او البادي لانجوج، ما اقعدش مربع ومقفل كده طول الانترفيو، ولا في نفس الوقت ابقى عيني مكسورة وفي الارض، لا ابقى قاعد قعدة ثقة كده. ولما تجاوب ادي امثله بس خليك مختصر، خليهم يقولوا لك ممكن توضح لنا النقطه دي اكتر، احسن ما يقطع عليك علشان انت رغاي واتكلمت كتير. ولو اتسالت سؤال مش عارف اجابته، يا تلاقي مخرج دبلوماسي منه، يا تقول معرفش. اوعى تفتي، ما تفتيش. تالت حاجة بعد الانترفيو، ودي يمكن اهم من الاتنين اللي فاتوا، ابعت لهم ايميل لطيف قصير اقول لهم شكرا جدا على الفرصة دي ومتحمس للبوسيبيليتي او لفرصة ان احنا ممكن نشتغل مع بعض. خلاص عملت الحاجات دي كلها، ارمي بقى ورا ظهري وانسى وامشي في حياتي ولا كأني قدمت على حاجة. وخطوة اخيرة، اتابع القناة دي واشوف الفيديوهات اللي فاتت. اكتبوا لي في التعليقات لو عندكم سؤال مش عارفين تحضروا له ازاي.